بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. سبحان مغير الاحوال من حال لحال. امبارح تحفيل على الاهلي بعد هزيمته من صن داونز ب5 اهداف مقابل هدفين. النهارده الزمالك وهزيمه من انبي بهدفين مقابل لا شيء، واداء باهت من لاعبي نادي الزمالك وتغييرات غلط من فيريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت امبارح في حلقه امبارح واتكلمت وقلت ان حال الكره المصريه لا يسر عدو ولا حبيب، وبالفعل هو ده اللي حصل النهارده وامبارح. الاهلي امبارح هزيمه غير متوقعه من صن داونز ب5 اهداف، النهارده الزمالك بهدفين من انبي. اهلي وزمالك هم العمود الاساسي للمنتخب المصري، وهو ده حال الكره المصريه اللي وصل ليه في الفتره الاخيره، وده شفناه فعلا. تذبذب مستوى الزمالك وتراجع مستوى الزمالك، واصبح الزمالك في المركز الخامس وابتعد تماما عن بطولة الدوري. صحيح النادي الاهلي في المقدمة ويحتل مقدمة الدوري ويغرد وحيدا على قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لكن الاهلي محتاج تقييم، محتاج وقفة من مجلس الإدارة مع بعض اللاعبين، محتاج غربله لاغلب لاعبي النادي الاهلي. انا مش هقول ان انا لازم في فلان لعيب فلان يمشي بعينه او كده، لكن دوت متروك لمجلس اداره النادي الاهلي، وده باين على ما اعتقد امام الجميع. في لعيبه لا يرتقوا تماما ان هم يرتدوا تيشيرت النادي الاهلي، وايضا في نادي الزمالك لعيبه لا يرتقوا ان هم يرتدوا تيشيرت نادي الزمالك. انا مش بتكلم على شخص بعينه برضه سواء هنا او هنا، لكن انا بتكلم كحال الكرة المصرية واللي هيفيد المنتخب المصري الفترة القادمة. لازم حل جذري. في لعيبة بملايين وما يستاهلوش، ولاعيبة بملاليم نجوم. هو ده فعلا اللي حصل. في لعيبة مطمنه في النادي الاهلي ان هي حافظه مركزها ومحدش هيلعب مكانها، في استهتار، في رعونه، مفيش خوف على اسم وقيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي اللي طول عمرنا عارفينه، مفيش تقدير للنادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وده اللي شفناه من بعد كاس العالم. ايضا نادي الزمالك في لعيبه ضامنين ان هو هيلعبوا ومفيش حد غيرهم هيلعب، فبالتالي مش فارقه معايا اغلب او اتغلب. وبالفعل هو ده اللي حصل مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، وبيرجع نادي الزمالك في الدوري في ترتيب الدوري للمركز الخامس، ويبتعد تماما عن قمه الدوري الممتاز. رغم ان نادي الزمالك عنده مباراه يوم الجمعه مع شباب بوليسداد في الجزائر، مباراه مهمه جدا جدا. اذا حصل لا قدر الله سواء تعادل او هزيمه نادي الزمالك، هيبقى كده نادي الزمالك خرج تماما من البطوله. ايضا النادي الاهلي في انتظار مباراه صن داونز والهلال ولا يسفر عنها، ولو ان شاء الله لو الاهلي فاز في مباراه القطن الكاميروني وبعديها الهلال هنا باكتر من هدف، هيتاهل تاني المجموعه. كل التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك في البطوله الافريقيه. قبل ما اختم مع حضراتكم ما انساش اذكر حضراتكم بدعمنا على قناتنا على السوشيال ميديا عشان نقدر نتواصل مع حضراتكم. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.